السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم عارفين ان انا كنت ناوي في رمضان ان انا اخد اجازة ونكتفي بسلسلة اوعى اللي بتنزل على الصفحة كل يوم الساعة 5، ومش هنعمل فيديوهات تاني غير بعد رمضان. زائد ان انا الاسبوعين اللي فاتوا دول عملت تحاليل واشاعات واكتشفت ان انا تعبان وعندي السكر وكم مرض كده، ده كان سبب ادعى ان انا ما اعملش فيديوهات في رمضان واخد اجازه. زائد كده كمان ان انا من زمان جدا، من ايام ما كنت بعمل فيديو رياكت، لو حد فاكر الفيديوهات رياكت اللي كنت بعملها، وانا مش حابب ان انا اعمل فيديوهات رياكت تاني علشان لقيت الموضوع هياخد مسار غير المسار اللي احنا كنا بنعمل بسببه الفيديوهات، اللي هو احنا بنشوف اخطاء بنصلحها. لقيت لا ان احنا بنسف على ناس، وانا ما كنتش حابب اعمل ده. كل الاسباب دي مجتمعه مع بعض تخليني ما اعملش الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي ده. بس اللي استفزني ان انا شفت فيديو يعني فعلا ما ينفعش يتسكت عليه، من حد المفروض ان هو مشهور ومعروف وبيعمل فيديوهات ومؤثر وليه متابعين كتير، يعني عنده صفحتين كل صفحه فيها مليون متابع، عنده اكتر من 2 مليون متابع ده على الفيسبوك بس. قال كلام ما ينفعش يتسكت عليه ولازم نرد عليه ولازم نوضحه. الشخص ده طلع وعمل فيديو بيقول فيه ان قصه المسلسل بتاع محمد رمضان اللي بيتذاع السنه دي شبيهه بقصه نبي الله يعقوب عليه السلام، وان في احداث متشابهه ما بين القصتين تخليك تقول ان المسلسل بتاع محمد رمضان ده هي قصه نبي الله يعقوب عليه السلام. ولو انت مش مقتنع بالكلام ده هو هيقنعك بالكلام ده، هيخليك تبقى مقتنع بيه. فتعالوا نشوف الفيديو مع بعض سريعا ونشوف ازاي هيقنعنا بالتشابه اللي بين القصتين ده. وانت بتتفرج على مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، ما خدتش بالك ان احداث المسلسل شبيهة جدا لقصة حياة سيدنا يعقوب، والد سيدنا يوسف وابن سيدنا اسحاق ابن سيدنا ابراهيم عليهم السلام جميعا. طيب قدامك حاجة من الثلاثة، واحد يا تقول فعلا ما خدتش بالي، اتنين يا تقول سيلفا كده بدأ يخرب. في الحالة دي انا محتاجك معايا تكمل الفيديو للنهاية عشان اثبت لك وجهة نظري واقنعك بيها. ثلاثة، انك مش هتقول ما خدتش بالك، مش هتقول اني بخرف، بس هتكمل معايا الفيديو للاخر. هنختصر الحلقه ونخش. المهم ان انت تكمل الفيديو للاخر، يعني انت اقتنعت ما اقتنعتش، قلت عليه بيخرف ما بيخرفش، المهم ان انت تكمل الفيديو للاخر. تعالوا نكمل الفيديو للاخر، هنحاول نجريه ونختصر طبعا علشان نشوف هنقتنع ولا لا. عشان اثبت لك وجه التشابه بين مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وقصة حياة نبي الله يعقوب عليه السلام، هبين لك وجه التشابه ما بينهم في 6 نقاط. 1 غيرة الاخ، 2 الزوجات الاربعة، 3 الزوجة الحبيبة، 4 ضياع الابن، 5 مكائد الزوجات، 6 واخيرا العثور على الابن. دول 6 نقاط هنتكلم فيها يثبتوا لك وجه التشابه بين قصة حياة سيدنا يعقوب عليه السلام وقصة حياة جعفر العمدة اللي قايم ببطولة المسلسل محمد رمضان. طيب هو دلوقتي حدد 6 نقاط او حدد 6 اوجه تشابه ما بين قصة نبي الله يعقوب عليه السلام وما بين قصة العمدة ده اللي هو محمد رمضان، وهيبدأ بقى يوضح لنا كل نقطة بالتفصيل ويفصلها لنا عشان نقتنع. طيب انا هحاول باختصار عشان وقت الفيديو ما يطولش نقول التفاصيل اللي هو ذكرها واوجه التشابه اللي هو ذكرها. اول حاجة بيقول لك غيرة الاخ، ان نبي الله يعقوب كان ليه اخ بيغير منه، وجعفر العمدة ليه اخ برضه بيغير منه كان عايز يقتل له ابنه. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية بيقول لك الزوجات الاربعة، نبي الله يعقوب كان متزوج 4 نساء والعمدة ده متزوج 4 نساء. الحاجة الثالثة ان نبي الله يعقوب كان بيحب الزوجة الثانية، العمدة ده برضو بيحب الزوجة التانية. سيدنا يعقوب ضاع منه ولدين، العمدة ده ضاع منه ولدين. 5 حاجة، ودي يعني حاجة غريبة جدا سبحان الله، تشابه ما بين القصتين ان الزوجات بيغيروا من بعض. سبحان الله، يعني مفيش قصتين متشابهين من بعض او مفيش زوجات بيغيروا من بعض الا في القصتين دول بس. النقطة السادسة ان نبي الله يعقوب في الاخر لقي ابنه اللي كان ضايع منه، والعمدة ده هيلاقي، احنا ما نعرفش بس هو هيلاقي، بس كده بالمفهومية بقى، بدل ما كل نقاط التشابه دي هو ما قالش ان يعني احنا لسه في 9 حلقات ولا في 10 حلقات من المسلسل، بس هيلاقيه، هو هيلاقي ابنه في الاخر عشان بقى يبقى القصه تكمل والتشابهات تكمل. دي ال6 اوجه تشابه اللي هو ذكرهم ما بين قصه نبي الله يعقوب عليه السلام وما بين قصه جعفر العمده بتاعهم ده. طيب حلو، بعيدا بقى عن اقتنعت او ما اقتنعتش، انت عايز توصل لي ايه؟ يعني انت عايز بالكلام ده تقول لي ايه؟ هنا بقى تعالوا اسمعكم كلامه عشان نفهم هو عايز يقول ايه.
وبكده اكون قدرت ابين لك 6 نقط في التشابه، وعلى فكره قدرت اقنعك لو انت صريح مع نفسك فعلا. كده في 6 نقط وجه تشابه بين قصه سيدنا يعقوب رضي الله عنه وبين قصه مسلسل جعفر العمده بطوله الفنان محمد رمضان، وطبعا مع الفارق ما بين سيدنا يعقوب وبين محمد رمضان ان ده نبي وده بشر عادي. وبكده استحاله يكون الموضوع بالصدفه بعد 6 نقط اللي انا اتكلمت عنها. لو انت اقتنعت بكلامي قول لي في الكومنتات عاش، مش هتخسر حاجه. ملحوظه، الفيديو ده اشتغلت فيه 3 ايام ما كنتش بخرج من البيت عشان يكون من اكتر الفيديوهات اللي انا تعبت فيها في 2023. فبس انا مش عايز حاجه غير قدر تعبي بس مش اكتر. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. وجيش سيلفا يعني كلمه من اخوك يا ريتك كنت خرجت من البيت وما ضيعتش وقتك على الفيديو ده والله، لان احنا في الاخر احنا ما فهمناش انت عايز تقول ايه. اقنعتني بقى ما اقنعتنيش بالكلام، انت عايز توجه ايه؟ عايز تقول ايه؟ يعني عايز توصل ايه بالكلام ده؟ لخبطت الناس ودخلت الدنيا في بعضها وعملت مقارنه ما بتحصلش ولا خيال ولا مش ليه يعني عملت كده ليه بقى؟ ايه يعني ايه الهدف من الفيديو ده؟ ولا حاجه. انزل بص عندك في التعليقات هتلاقي كل الناس مستغربه ليه يعني. ايه وجه التشابه ما بين نبي الله يعقوب وما بين قصة واحد شمام حشاش؟ يا ابني انت بتعمل ايه؟ طب ماشي تعالى بقى انا اقول لك الاوجه اللي مش تشابه اللي ما بينهم. يا حبيبي ده نبي وده قصة واحد عربجي، ده ابنه اللي تايه منه نبي برضه وده اللي تايه منه برضه عربجي. يا حبيبي ده واحد شغال بالربا وبيتاجر في ما نعرفش بيتاجر في الممنوعات على حسب ما سمعنا، بيسهر في كباريهات، بيتخانق في شوارع وما بيحترمش حد وما بيحترمش امه بتشيش. ده نبي يا حبيبي. سيدنا يعقوب كان بيسلف الناس بالربا حشاه، استغفر الله العظيم. يعني مفيش بقى وجه تشابه ما بين القصتين. انت جيت قلت القصتين شبه بعض وسبتنا ومشيت. يعني طب ماشي ده غلط، يعني ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ ما قلتش. طب ايه الهدف من الفيديو اللي انت عامله؟ ما قلتش. انت عارف انت لو كنت في اخر الفيديو قلت يا جماعه بلاش تتابعوا مسلسلات وده بيتاجر في الربا او هيغير من فكركم ومن اخلاقكم، تمام ماشي، هيبقى الفيديو موفق وجزاك الله خير والله المستعان. انما انت سبتها عايمه، انت سبت النهايه مقفوله. انت حكيت قصه وسبت النهايه مقفوله، وفي الحاجات دي ما ينفعش تسيب النهايه مقفوله. انت عندك في اطفال بيتابعوك بسبب الصور اللي انت كنت بتنزلها في الفيديوهات القديمه، مش عايزين نتكلم عنها دلوقتي، ممكن نبقى نرجع نتكلم عنها بعد رمضان لما انت ترجع لها بعد رمضان ان شاء الله. بس انت عندك اطفال بيتابعوك، انت كده لخبطت لهم الدنيا وبيتابعوا المسلسل برضك، بيشوفوا ده وبيشوفوا ده، فهيجي في ذهنهم ان دي قصه سيدنا يعقوب، ان المسلسل ده بيحكي قصه سيدنا يعقوب. كان المفروض توضح ان لا يا شباب ده مش قصه نبي الله يعقوب، ده انا بزيط وخلاص وخلصنا وكان الفيديو هيعدي. انما انت ما قلتش ان انت بتزيط، فكده الفيديو انت كده بتاكد لهم ان دي قصه نبي الله يعقوب بتحكى في المسلسل ده، يبقى هو المسلسل ده بيحكي قصه نبي الله يعقوب. ايه العبط ده؟ ايه العبط ده بجد والله؟ فحبيبي ربنا يبارك فيك ويجازيك خير، خليك في المسلسلات وفي النجوم وخليك في التطهير بالجمله اللي انت بتعمله، وما تجيبش سيره الانبياء الا بالحق، الا بعلم، الا بوعي، الا بفهم. ما تلخبطش الناس وتتوههم معاك وتسيبهم وتمشي ويبقى عملت فيديو جاب مشاهدات وخلاص. يا عم ربنا يبارك لك في مشاهداتك وفلوسك، بس بلاش تلعب في المنطقه دي عشان دي منطقه ما فيهاش لعب. وبس كده. للاسف ان مش ده بس الفيديو اللي استفزني في رمضان، فشكلنا هنتقابل تاني ان شاء الله في رمضان. فجيش سلكة على الله على الله على الله التسهيل. خلصت الحلقة.